شوفوا يا الحباب، اليوم نهار مخلع. المخلع اللي ياكلو ينخلع. اليوم يا البنات وصفة تاع المخلع. كما نعرفوا دايما حنا في العيد، مورا العيد يكون عندنا هذاك الشحم تاع العيد نديروه مخلع. اليوم يا البنات الطريقة ولا غير ما تراطوهاش، تبعوا معايا الفيديو حتى للتالي وتشوفوا الطريقة تاع المخلع كيف درتو. صباح الخير عليكم خياتي، ومساء النور، واش راكم؟ ان شاء الله تكونوا بخير وعلى خير. احنا رانا في نعمة والحمد لله. الانسان يحمد ربي ويشكره على قضاه ورضاه. كيف راكم خياتي؟ ليكم وحشة والله، غير ليكم وحشة يا البنات. الله غالب كانوا عندي واحد الشغالات والخرجت يا البنات. من هذا المنبر هنا يا البنات، هذو المقتطفات صورتهم من عند بنت عمتي راجلها مات. من هذا المنبر نمد لها تحية ونقولها ربي يصبرك ان شاء الله يا ام عيسى وكريمة، ان شاء الله ربي يصبركم على عمي الحاج. الله يرحمه ويوسع عليه، ان شاء الله مثواه الجنة. هنا 3 ايام يا البنات ديتكم معايا كما قلت لكم شويه كنت مشغوله هذه بالجمعه بالخميس اللي فات. تسمى عندي بزاف ما حطيتش لي فيديو، قلت لكم يا بنات كنت مشغوله مع الخرجات مع الربحات تاع البيام، ربي يدوم ان شاء الله الفرح. هنا خياتي في الليل كنا تعشينا وكانت الملمه تاع الفاميله. شنو نقول لكم يا البنات، واحد الجماعه ما تنشبحش، ربي يخلينا من المؤمنين. احنا وبنات عمتي وبناتهم ان شاء الله نوجه لهم كامل تحيه كبيره، ونقول البنت عمتي اللي راجلها مات ربي ان شاء الله يكون معاها وربي ليها يا البنات. وحنا يا البنات كي تكون عندنا هكا موت يا البنات يديروا الطلبه برا، كما تعرفوا احنا الولايه تاعنا يديروا الطلبه. وحنا النساء هكا يتلايموا جماعه بنات عمتي نوجه لهم كامل تحيه، خياتي كبارات نوجه لهم تحيه. كي شغل نديروا الجلاله، الانسان خير من يظل يهدر في البوليتيكو كامل، يتلايموا. خليكم مع هذا المقتطفات تاع الجلاله يا البنات، والله غير ما ينشبعوش. يوم أزيدك يا كلام الله، لا إله إلا الله، لا إله إلا الله. لو حاشمت كتوبي لله يا شيطان يا ابن المرة، يا ولا تبقي بيتي وياي، لا إله إلا الله، يا ولا إله إلا الله، لا إله إلا الله. يوم زينها من الله، لا إله إلا الله، لا إله إلا الله، لا إله إلا الله. سيدي محمد وادك المغرورة والمر مولاها في بحر الله يروم حتى الموت ينساها. ان شاء الله يكونوا عجبكم هذه المقتطفات يا البنات، والله غير تلقائيه هكا بغيت نشاركها معاكم. وربي يحفظكم ان شاء الله. بلا ما تنسوا يا البنات، ما تنسونيش بهذاك الاشتراك اللي مش مشتركه في القناه، وفعلوا الجرس بيلحقكم جديد. والمشتركات الجدد نقول لهم مرحبا بكم، المشتركات القدام نقول لكم داركم وانا ضيفه عندكم. ما تنسونيش بهذاك الجام وهذوك التعاليق. ربي يحفظكم ان شاء الله خياتي. بلا ما نطول عليكم يا البنات، الوصفه اليوم تاع المخلع نورمالمون يعرفوه كامل كيما حنا في جهتنا نديروه بزاف مورا العيد، الشحم تاع العيد دائما نديروه مخلع. كانوا يقولوا كي تلحق لازم ما تلحقش عاشوره على الشحم، دوكا ندسوه في الفريغو عادي. هنايا البنات كنت درت العجينه مع الصباح، عجينه عاديه، درت سميد ودرت شويه فارينه وليمتهم يا البنات. ما دلكت ما عيت روحي، درتهم في الصاشيات هكا كيما شتوني مع الحشيه. صرت العجينه هايله. هنايا البنات نعطيكم واحد لاستيس تاع هذا المخلع، كان اللي يدقشو ويدلو لي زيبيس وكامل يتعب شويه في الدقاق وكامل ظل يدقشي. هنا نديرو فيه ديري فيه مرميطه ولا في قدره ولا في اي حاجه، ولا في مقله ولا كيما تبغي. ونديرو يا بنات وخليه يذوب في غرضو، نقص للفورنو ونعقرو بلي زيبيس كيما تبغي. لي زيبيس هنا درت كمون، درت فلفل الكحل، درت الكركم، درت راس الحان، ودرت كامل شا عندي.
لي زيبيس وشويه ثوم، ونخليه يذوب على هواه غير بالعقل. يذوب يا البنات يبدا كيما البوماده. دوك تشوفوا تبعوا معايا الطريقه يا بنات وان شاء الله تعجبكم. شوفوا خياتي كيفاه يبدا، يعني يذوب حتى يبدا كاع ذايب. نخلطوا معاه. هنا درت شويه تكتوكه بصل وطوماط يا بنات يجي كيما المحاجب. نقول لكم يا بنات ما يقهمش هذا المخلع كي شغل يجي، ما يجيش فيه بزاف بشحم هكاك مقدر كيما نديروه قراصي قراصي كيما كنا نديرو بكري. المرحومه ربي يرحمها ما الله يرحمها، هي اللي ورات لنا هذه الطريقه. قعدت وما بدات ديرها لنا يا البنات. وتبعوا معايا الطريقه يا البنات والله غير يجي ولا اروع. درتو في خاطر كما يقولوا في خاطر الخواطر، ان شاء الله يكون عجبهم. درتو فيه جا بنات اختي جاو من فرنسا، ديتو معايا ورحت ليهم. كما تعرفوا المخلع يا البنات يبغي الملمه. انا الزوج ربي يحفظه ما ياكل ما يشموش، حتى ولادي كذلك ما يشموش وما يبغوش. تما نبغي غير انا نبغي هكا كي ناكلوا مع الملمه. كما تعرفوا الماكله تجي مع الملمه. ربي ان شاء الله يخلينا من المؤمن ويخلينا لبعضنا بعض، وربي يحفظهم ان شاء الله ويحفظ وليداتهم. شوفوا خياتي درت 3 كما راكم تشوفوا قريصات هكا، درتهم 3 صغار وندير وحده كبيره. نكمل كاع العجينه يا البنات، مبغيتش ندير لكم كامل الفيديو باه ما يجيش طويل. شوفوا خياتي 3 صغار وندير وحده كبيره باه نلم في هذيك العجينه. تبعوا الفيديو يا البنات وان شاء الله نفيدكم يا لو كان بالقليل. هنا كملت كامل ديك العجينه كاع. درتها هكا كما راكم تشوفوا، ودرت الكبار على جهه ودوك الصغار على جهه باه تجيني الخدمه سهله وما نتعبش بزاف يا البنات. شوفوا خياتي كذا بذاك الشحم اللي درتو خلطت مع هذيك التكتوكه اللي درتها يبدا كيما البوماده يا البنات. والله غير يجي شباب، يجي مخلع شباب ويجي سهل ثاني ما يتقطع لكمش العجينه ما تقطعش. هذه العجينه يا البنات سورتو اللي هكا تنقولوا تخاف من الخبزه كي ترفدها وكامل. هنا يا البنات هذه العجينه كاع ما تقطع لكمش، تجي هايله وتجي سهله. كما راكم شوفوا مع التكتوكه يبدا كيما البوماده خياتي. كي شغل تبداي تقدري ترفديه. انا مع الاول كنت نرفد بالمغرف وما بديت نرفد بيدي، يعني تلايم يبدا كيما البوماده مع ديك التكتوكه. شوفوا خياتي الخبزه الاولى فتحتها ودرت فيها شويه داك الخليط تاع الشحم وتاع التكتوكه اللي درتها. ديري حشاوش، بغيتي ديري الحار. انا كيما انا ما بغيتش ندير الحار، خفت بنات اختي لا ما ياكلوش الحار. قلت خليهم الا بغاو يديروا الحار يديروا قدامهم هكاكاش شويه تحميس ولا فلفله ولا الدراري صغار يبغوا هكا ياكلوا بنياتهم صغار، ما بغيتش ندير الحار. شوفوا خياتي ذوك الخبزات صغار تفتحيهم شويه صغار كيما راكم تشوفوا الصوره راهي تبين خياتي. ان شاء الله نفيدكم يا لو كان بالقليل خياتي ويعجبكم وتسيوه وتجربوه وترجعوا لي في تكتبوا لي في التعليقات تقولوا لي جربناه وجانا شباب. هنا الخبزه الكبيره كيما راكم تشوفوا خياتي. الخبزه الكبيره نفتحها شويه، يعني ما هي كبيره بزاف ما هي صغيره باه ما تقطع الناش خياتي. باه الخبزه كي نجو نخبزوها ما تقطعش وما ينفتحش هذاك الخليط اللي رانا دايرينه، لافارس اللي انا حاطينها. ومن بعد نرفدو دوك 3 خبزات نحطهم في ديك العجينه الكبيره اللي فتحناها كما راكم تشوفوا. هنا كاين 2 طريقات خياتي. هنا درت هذه الطريقه قدامكم وطريقه واحده اخرى دوك نوريها لكم. تبعوا معايا الفيديو حتى التالي خياتي. شوفوا قطعت بالموس ربع شرطات كما راكم تشوفوا خياتي باه تجيكم سهله في الغليق تاع الخبزه. ومن بعد تلوي كامل هذوك الحواشي ديريهم من تحت باه تجيك الخبزه مطبوعه. ومن بعد يا البنات تبداي تخبزي فيه غير بالعقل. كما تعرفوا الشحم الداخل ديجا راه ذايب. لو كان هذاك اللي تحطيه زعما مدقوق شغل تقطع لك العجينه بزاف، بصح هنايا لا تكون كيما البوماده والله ما تقطع يا البنات. هنا ديريها في الطاجين. هنا كنت حطيت الطاوه تاعي، جبت الفرن وركحل. ما بغيتش نطيب في الكويزين خفت لا ما يطيب ليش مليح. هنا شوفوا خياتي سيت معكم خبزه واحده اخرى. بغيت نوري لكم الطريقه مليح باه تستفادوا يا البنات يا لو كان بالقليل. شوفوا خياتي ديري الخبزه الاولى وتحطيها على جهه، زيدي الخبزه الدوزيام تحطي فيها هذيك لافارس
الطريقه سهله يا البنات، والله غير فتها انا فتها على ما الله يرحمها كانت تديروا هكا. كي شغل قعدت فينا هاد العوايد، احنا مورا العيد قاعد نبغوا ناكلوا ذاك المخلع. وبالمنمه يا البنات يجي شنقول لكم، يبداو انا كليت انا ما كليتش. مام خاوتي ربي يحفظهم ان شاء الله، ثاني يبغوه ديت لهم وحده وحده. كما تعرفوا قلت لكم ماشي دائما نديروا المخلع ابار هكا في المناسبات، ولا اللي يبغي هكا يشري الشحم ولا يدير، ماشي شرط الشحم تاع العيد. شوفوا خياتي يتبان ماما يتبان الطريقه. ان شاء الله تعجبكم الطريقه خياتي وتجربوها وتقولوا لي في لي كومونتات، خلوا لي البنات وقولوا لي واش من جهه نتوما، واذا ديروا المخلع ولا لا. خاطر كاين بلايص اللي بالك ما يديروش. شوفوا يا البنات نساحفوه برك في الخبيز كما راكم تشوفوا، ومن بعد نحطوه. هاني طيبته وانا قلت لكم في المري تاعي في الطاوه ولا المري ولا الطاجين كما ساعدكم الحال. شوفوا يا البنات كي تحطوه يعني ما يتقطع لكمش كامل، تكون العجينه كشغل جايه دوبلي كما احنا نقولوا، العجينه جايه دوبلي. شهيتكم في الجنة يا البنات، واللي راهي تتوحم ولا تشهات ولا ان شاء الله سيو يا البنات جربوا. هي لو كان بشويه تاع شحم تقدري تشري من عند اللي يبيع اللحم قيس فاميل ولا يعطيك شويه شحم. شوفوا يا البنات والله غير طاب ولا اروع. طريقة هايلة ومضمونة، يعني ما تتقطع لك ويجي شباب يا البنات ما يجيش يقهم كيما تاع الشحم يجي وحده. كي تخبزوه بالشحم وحده يا البنات يجي يقهم. بصح كي تخلطي معاه تكتوكه وديري مع هذاك الحشاوش وكاك شغل تجي فيه، تقدري ديري فيه تيمرصات، تقدري ديري فيه النعناع، كيما تبغي يعني الحشاوش كيما تبغي. الجود بالموجود، الحاجة اللي عندك ديريها. هنا يا بنات الطريقة الدوزيام، شفتوني الخبزة التالية البنات قطعتها في ذوك الخبزات الأولى كما وريت لكم. هنا الطريقة بغيت نوريها لكم ثانيك، ثان طريقة مضمونة. هنا ميمتي ربي يرحمها إن شاء الله اليوم بغت الرحمة، هي اللي كانت تدير هذه الطريقة، وهذه الطريقة جديدة أنا شفتها واحدة النهار في وحده في نورمالمون مروكيه يا ربي دير في بصح ماشي في المخلع، يعني دير في المسمن وقطعته هكا. قلت خلي نسيه، بصح هذه الطريقه تاعنا التقليديه اللي ما الله يرحمها علمتنا بها. شوفوا خياتي، يعني تخبزي هذيك الخبزه تخبزي عادي وتحطي دوك 3 خبزات اللي فيهم شحم كامل، ومن بعد تبداي تخبزي وتسقميها عينك يا ميزانك تسقميها خبزه وديري المخلع تاعك. ان شاء الله يا البنات يكون عجبتكم الطريقه، وتجربوها. شهيتكم في الجنه يا البنات. شوفوا خياتي هنا كنت نطيب ونحط، بصح يا البنات هو يتكل سخون ما نكذبوش على روحنا. طيبت شويه الحشيه خاطر كنت رايحه كيما قلت لكم من المغرب، رحت عند اختي، ومن بعد كي لحقت للدار قلت لهم عاودوا سخنوه في الميكرووند، ولا سخنوا ديروا في الطاجين كان عندهم الميكرووند. هنايا البنات بعد ما تعشينا، والله غير كانت سهره كما قال لك، سهره ممتعه والحمد لله. ربي يدوم اللمه تاع العائله ان شاء الله، ربي يحفظ بنيه اختي ان شاء الله، ربي يحفظها ويطول في عمرها ويخليها تاج فوق ريساننا. هنايا البنات كانت قريب 12 تاع الليل، والذراري كانوا مازالوا يلعبوا، وليداتي وليد اختي وبنات اختي ثاني بناتهم وكامل كانوا يلعبوا يا البنات، لعبوا روعه يعني. حطوا قاع دوك لي بورطابل وحطوا لي طابلات وبداو يلعبوا مزينها كما قال لك اللمه. الحمد لله يا ربي الله يدوم لمتنا. ما بقى لي غير نقول لكم البنات ابقوا على خير في فيديو واحد اخر. سلام.